السلام عليكم ورحمة الله. كما شفنا جمال وتألق ابنتان دنيا باطمة ليلى روز وغزل ترك. احتفال ليلى روز وأختها غزل ترك على الصحراء المغربية على الموسيقى والصوت ديال ماماهم دنيا باطمة. فكان هذا هو الاحتفال ديال غزل ترك بالصحراء المغربية وعلى صوت الأم ديالها دنيا باطمة الله يطلق سراحها. من بعد الخبر اللي تطلق على دنيا باطمة إشاعات كثيرة، خرجت الأخت ديالها ابتسام باطمة شخصيا على حسابها الرسمي صرحات وقالت أن هادشي كامل إشاعات، وفاش اختي غادي تخرج غادي نقولها لكم أنا شخصيا على حسابي الرسمي، وغادي تسمعوا الخبر مني انا، ما غاديش تسمعوه من شي صفحات اللي هما كتروج اخبار كاذبه واشاعات على اختي، وكتقول لهم الله يرحم لكم الوالدين، بعدوا من اختي وخليوها عليكم، صافي راكم قهرتونا بهاد الاشاعات وبهاد الاخبار المزيفه ضد اختي، فينا راه كافينا. فالصراحه بعد الاخبار وبعد الصفحات الله يهديهم على دنيا باطمه ما شبعوش يعني من اكل اللحم ديالها وبناتها وعائلتها واخواتها، وباقين زايدين فيه الله يهديهم. بما انها داخل زنزانه ما كتشوف حتى شي واحد دابا، وتقول هما كيدخلوا عندها داخل الحبس وكيعرفوا اشنو عندها وشنو كدير، كيجيبوا اخبار لا حقا داخل الزنزانه لا هذاك الاخبار كامله ما تيقوهاش اخوتي، انهم هما ما داخلينش لداخل وحتى حاجه ما كتخرج من داخل السجن، لان حتى شي واحد ما معها لداخل، غير اخبار مزيفه كيف ما قالت الاخت ديالها، واخبار اشاعات بدون يعني بلا قياس. وزادوا فيه على هاد السيده هذه الصراحه بزاف ديال الناس اللي ما بغاوش يحشموا، فهما الصراحه بامكانهم يرفعوا دعوه ضدهم، هاد الصفحات هادو كاملين اللي كيكتبوا عليها مسكينه هاد الخبر هذا، ولكن هما حاليا ما باغينش تصدع حتى مع شي واحد، فقط لهم بعدوا من اختي وخليوها عليكم. الصراحه هضرات معاهم في واحد الستوري، هضرات معاهم بواحد الطريقه اللي هي جد جميل، يعني ماشي بحال شي فنانين كيمشيو دغيا يرفعوا دعوه قضائيه، وانما هي عطاتهم انذار. فالله يطلق سراح دنيا باطمة الفنانة ديالنا. في الصراحة يطلق سراحها لبنياتها، وفاش كنشوفوا الصراحة التصاور ديالهم ونشوفوا مساكن كيهضروا على ماماهم وتوحشوها، الصراحة كيبقاو فينا بزاف. بسلام عليكم وشكرا لكم.